فرق معايا جدا، يعني عامل تغير بالنسبه لي 180 درجه. يعني ما كنتش متخيل ان انا اوصل للمستوى اللي انا فيه ده. فرق معايا في التحدث، في اللي انا اعرف افهم اللي قدامي كويس من خلال السمع او من خلال ان انا اتحدث واكلمه. الصراحه احسن حاجه عجبتني في فور ليفل 1 اللي هو التعامل بتاع التيتشرز، كانوا بيعملونا اننا فاميلي وجروب واحد. هو ادتني شجاعه وزقه، في بقيت بعرف اتكلم انجليزي، لو حاجه وقفت معايا بعرف اعدل اغير، يعني من الاخر بعرف اتعامل يعني. بصراحه بقى عندي الاكسنت ذات نفسها عليت معايا قوي، وبقيت اقدر اتكلم في التوبيك كتير قدام ناس كتير، وحته ان انا اقدر اتكلم انجليش قدام مجموعه في حد ذاتها بقت حاجه عندي سترونج. انا كنت بخاف اتكلم انجليزي وبس، هو ساعدني ان انا ما اتوترش، ساعدني اعرف اتكلم كتير ومن غير ما افكر كتير. فور ليفل 1 مستوى التعليمي فيها والتيتشرز عالي جدا، بالاضافه مستوى المكان ممتاز. وصراحه انا اخترت فور ليفل 1 لان هم متميزين في النقطه دي الصراحه. كان ريكومنديشن من دكتور، ان هو تيتشر ليا اسمه دكتور اسلام، فهو رشح لي اماكن ومن ضمنهم فور ليفل 1، فانا لقيت ناس صحابي رشحوا لي برضه فور ليفل 1، فقررت ان انا اجي فور ليفل 1 علشان اقدر اعلي مستواي الدراسي وبرضه افتح مجالات شغل كتير ليا مع ناس كتير من بره. كان عندي دكتور في الجامعه فكان بيرشح لنا اماكن، فرشح لنا فور ليفل 1 بالذات. واحد صاحبي رشحه لي، كان موجود في المكان. حسن مستوى اللغه بتاعي بحيث ان هو يفتح لي مجالات، سواء ان انا اعمل كوميونيكيشن مع ناس من بره او فرص عمل. انا بدرس AI، فغالبا هكون محتاج ان انا اسافر بعد ما اخلص، فهتكون حاجه حلوه ان انا اتعلم انجليزي. انا بدرس اكاونتنج، فعشان اعرف ان انا الاقي فرصه عمل كويسه محتاج ان انا ادرس انجلش وابقى كويس فيه اكتر، فعشان كده جيت فور ليفل 1. هو الكورس الانجليزي بالنسبه لي مهم في حياتي اليوميه والعمليه في المستقبل. الجامعه كنا محتاجينه قوي في الجامعه، وكنت محتاج دايما كنت اتفرج على افلام، فاللي هو كنت دايما محتاج ان انا اتفرج على افلام من غير الترجمه، كنت عايز اوصل للليفل دوت في الانجليزي. طبيعه شغلي محتاج ان انا يكون معايا لغه، وبعدين في العالم الحالي كونك معاك لغه دي حاجه لوحدها كفايه انك تشتغلي وانك تدخلي دخل كويس. انا رشحت ناس اوريدي، ولو هرشح لحد جديد بنسبه 100% الحمد لله. لا انا رشحت بالفعل في 5 من زمايلي فيه.